الممرض في خطر، المواطن في خطر. إذا مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام. كان 13 من قلب الحدث مباشرة من المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا. تنظم النقابة المستقلة للممرضين بالصحة وقفة احتجاجية سلمية المطالبة بحقها. عدد من الشعارات ترفع الآن في هذه الوقفة الاحتجاجية. وسألوا فينا العافية وطايب أزمان الركع، وطايب أزمان الركع، والقولها وراسي مرفوع. إذا النقابة المستقلة للممرضين والتقني الصحة تنظم وقفة احتجاجية سلمية. لأن عدد من المنشورات ترفع. نحاول نقربوا كل متابعينا الكرام. لا حكومة لا برلمان ويا المسؤول اسمح هذه. إذا ناخذ أول من يتحمل المسؤولية. أول منشور: من يتحمل المسؤولية استمرار إغلاق مجموعة من المصالح الحيوية، الإنعاش، بنك الدم، قسم الأنف والحنجرة. إذا نذكر كل متابعينا الكرام نحن عبر المباشر. إذا من يتحمل المسؤولية في استمرار إغلاق مجموعة من المصالح الحيوية، إنعاش، بنك الدم، قسم الأنف والحنجرة، كذلك استمرار العلاجات المستعجلة بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا في مهب الريح. كذلك عدد من المنشورات تنشر الآن. إذا استمرار العلاجات المستعجلة بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا في مهب الريح. إذا هذا بعض المنشورات. إذا كذلك منشور آخر: التدبير الارتجالي للمندوب الإقليمي للصحة يضرب العرض الصحي بمدينة. إذا كذلك منشور آخر: غياب الحكمة وتغييب المقاربة التشاركية، شعار الإدارة بمندوبية الصحة بسلا. إذا هذو بعض المنشورات اللي حاليا. كذلك ترحبوا بكل متابعينا الكرام. نذكركم أننا متواجدين حاليا من أمام المستشفى الإقليمي بمدينة السلا. السلام عليكم اخويا، عبر المباشر. هذه الوقفه هذه اليوم جاءت استمرار للبرنامج النضالي التصعيدي اللي دعت الى النقابه المستقله داخل الاقليم، حيث ان الاطر الصحيه داخل الاقليم تعاني من الخصاص المهول، وهذا الخصاص تم تعميقه في اطار تدبير الارتجالي والعشوائي للمندوب الاقليمي للموارد البشريه، حيث انه اخلى المستشفى ومجموعه من المصالح من الاطر الصحيه، فحيث والمستشفى منذ تدشينه باقي اليوم الانعاش لا زالت مغلقه، وكذلك بنك الدم لا زال مغلق، قسم الانف والحنجره لا زال مغلق، والمندوب الاقليمي عبر تنقيله لهذه الموارد البشريه المستشفى مهدد باغلاق مصالح اخرى. هذه المشاكل والاكراهات اللي تتعيشوا، واش كان التواصل مع المندوب الاقليمي؟ لا، لحد الان كاين اي تواصل مع المندوب الاقليمي، بالعكس هو يمارس سياسه الاذان الصماء لحد الان تجاه هذه المطالب كامله. لهذا فاحنا اليوم كنطالبوا المديريه الجهويه للصحه والوزاره الصحه بالتدخل العاجل لوقف هذا الاحتقان ووقف التصعيد الذي يمكن ان تسير له الاطر الصحيه داخل الاقليم. انتم هذا الشيء غيفشلكم، غتبقاو مستمرين؟ لا، هذه هي الوقفه الثالثه، وتم اعلان في البيان السابق على عزم المكتب الاقليمي والاطر الصحيه داخل سلا بتنفيذ اعتصام انذاري داخل المؤسسات، وحنا ان شاء الله ماضيين حتى تحقيق جميع المطالب. الرساله الاخيره لكل المسؤولين على قطاع الصحه. هذا القطاع هذا هو قطاع حيوي وقطاع اجتماعي بامتياز، وعليهم بكل مسؤوليه وبكل تجرد تطبيق التعليمات ديال صاحب الجلاله نصره الله، وكذلك تعليمات وزير الصحه في اطار المقاربه التشاركيه والوقوف على اختلالات جميعها التي يعاني منها القطاع داخل الصحه بسالة.
إذا نذكر كل متابعينا الكرام عبر المباشر عدد من الإكراهات التي تعيش قطاع الصحة وكذلك الممرضين. النقابة المستقلة كما سمعتوا عبر المباشر تطالب يعني بالتوصل البناء في إطار حل عدد من الإكراهات التي تعيشها. إذا غادي ناخذوا تصريح آخر عبر المباشر. أنت عبر المباشر. اليوم جئنا لنحتج في اطار برنامج نضالي تصعيدي ضد الاختلالات العميقه التي يعاني منها قطاع الصحه بسلا والظروف المزريه التي يشتغل فيها يعني الموظفون والاطر الصحيه، والتي تؤثر بشكل كبير على جوده الخدمات المقدمه للمواطن، حيث يعاني اليوم المركز الاستشفائي الاقليمي من مجموعه من الاختلالات العميقه، حيث منذ بدء العمل به يعني ازيد من 6 سنوات هناك مجموعه من المصالح الحيويه لا زالت خارج الخدمه، مصلحه الانعاش، مصلحه بنك الدم، مصلحه الفم والانف والحنجره، بسبب سوء تدبير الموارد البشريه من طرف المندوب الاقليمي. ورغم ان يعني وزاره الصحه قد قامت بتزويد قطاع الصحه بسلا بشكل استثنائي السنه الماضيه بعشرات الاطر الصحيه، الا ان سوء تدبير هذه الموارد البشريه من طرف المندوب الاقليمي جعل يعني هذه المؤسسه الصحيه تعاني من خصاص مهول، يعني وحيث يشتغل الموظفون الاطر الصحيه تشتغل يعني في ظروف مزريه، يعني لا توفر يعني ظروف الاشتغال المناسبه من اجل تقديم خدمات ذات جوده للمواطن. كذلك جئنا لنحتج اليوم يعني في اطار هذا البرنامج النضالي التصعيدي، حيث كانت لنا وقفه الاسبوع الماضي امام مقر المندوبيه، واليوم وقفه امام مستشفى مولاي عبد الله. يعني جئنا نحتج ضد يعني غياب المقاربه التشاركيه وانفراد المندوب الاقليمي باصدار قرارات، حيث مؤخرا يعني قام بسحب مجموعه من الاطر الصحيه من المركز الاستشفائي الذي اصلا هو يعاني من الخصاص، مما زاد من تفاقم هذا الوضع داخل هذه المؤسسه الصحيه، وادى يعني الى يعني هناك توجه لضرب استمراريه الخدمات الاستعجاليه بهذا المرفق، وهو يعني امر خطير. ونطلب من السيد وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه التدخل بشكل مستعجل من اجل وضع حد لهذه الاختلالات التي يعني تضرب يعني العرض الصحي بهذه المدينه، والذي يعني هذه الاختلالات استمرت لسنوات، وبالتالي يجب اخراج قطاع الصحه بسلام من مستنقع هذه الاختلالات بشكل مستعجل. شكرا. مرحبا. واش دابا هذه الوقفات الاحتجاجيه واش غادي تشنو ولا غادي تكملوا هذه الوقفه يعني وقفه اليوم يعني تاتي ضمن يعني واحد البرنامج نضالي تصعيدي، يعني ولدينا يعني ان شاء الله يعني سنخوض اعتصام انذاري سيتم الاعلان عن يعني وقته لاحقا في حاله يعني عدم الاستجابه وعدم تدخل السيد وزير الصحه من اجل وضع حد هذه الاختلالات، وايضا مستعدين يعني لكل يعني للمزيد من الاحتجاج والمزيد من التصعيد في اطار القانون وفي اطار يعني المحطات النضاليه الاحتجاجيه القانونيه والمشروعه والمسؤوله. بغيت رسالتك الاخيره لكل اللي تيديروا التدبير الشأن يعني اليوم قطاع الصحه بسلا يعاني يعني من ازمه يعني تسبير مناصب مسؤوليه، حيث نجد هناك مسؤولين يعني بقطاع الصحه يعني تجاوزوا عشرات السنين، تجاوزوا 10 سنوات على راس اداره مجموعه من المؤسسات الصحيه، في حين ان هذه المؤسسه تعاني من اختلالات، ويعني ليس هناك يعني ربط للمسؤوليه بالكفاءه، وكذلك غياب يعني محاسبه هذه المسؤولين على التدبير وعلى الاختلالات التي يعني يضعون قطاع الصحه بسلا فيها. انتم كنقابه علاش ما كنتوش لقاء تواصلي مع المندوب الاقليمي؟ نعم المكتب الاقليمي النقابه المستقله يعني الممرضين وضع طلب لقاء ازيد من شهر وليس هناك استجابه لهذا الطلب اللقاء، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على يعني غياب اجوبه على هذه الاختلالات من طرف المندوب الاقليمي الذي يجب يعني ان يتدخل السيد وزير الصحه لوضع حد لهذه الاختلالات. شكرا. إذا مرة أخرى نذكر كل متابعينا الكرام كان القريص من قلب الأحداث مباشرة من مستشفى الإقليمي بسلا. كما صلحوا الإخوان عدد من الإكراهات التي يعيشهم الممرضين، النقابة المستقلة الممرضين التقنيين المكتب الإقليمي بسلا يطالب الحوار ويطالب يعني بتحقيق عدد من المطالب اللي أسحبي أنا. مرحبا. إذا نذكر كل متابعينا الكرام أننا متواجدين من أمام مستشفى الإقليمي أمير مولاي عبد الله. إذا في الأخير كنحيي كل متابعينا الكرام، وإلى اللقاء مع مباشر آخر وملف آخر. شكرا لكم. نعاودوها مجموعية.
نادلوا تنالوا واهتفوا وقولوا الشرعية لنا ولا لغيرنا، الشرعية لنا ولا لغيرنا، الشرعية لنا ولا لغيرنا. نادلوا تنالوا واهتفوا وقولوا الشرعية لنا